واو ايش طيب منظره لحاله يحكي. هلا رح اعمل معروق. عندي 8 كاسات طحين، نفس هالكاسات. معلقتين محلب، معلقتين صغيرة شمرة، معلقة صغيرة، معلقتين أكل خميرة، معلقتين فانيل صغيرة، بيكنج بودر عندي معلقة صغيرة، نص معلقة ملح. عندي بياض بيض 2، 3/4 سمنة، كاسة سكر، كاسة لبن، كاسة حليب، نص كاسة زيت، نص كاسة مي. عندي هالبيضتين للدهنة. هلا راح احط السوائل كلهم مع بعض. كاسة حليب، نص كاسة مي، طبعا كله فلتر، 3/4 كاسة سمنة زبدة اللي هي بس ينشال الملح، إذا زبدة ينشال الملح. عندي هذا اللبن كاسة. عندي كاسة سكر، رح نخلطهم مع بعض ندوب السكر. هدول بيضتين، بياض البيض. معلقتين محلب، معلقة صغيرة شمرة تبع الكليجة، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقتين فانيل صغار تبع الشاي، معلقة صغيرة بيكنج بودر، راس المعلقة ملح. عندي هاي 8 كاسات طحين رح نخلطها، بجوز يروحون بجوز مو حسب الطحين. هلا هذا حطيت له، هو كان 8 كاسات ما راح الا 7 كاسات. هلا راح اغطيه وراح يرتاح ساعة. ضاعف حجمه صار له ساعة ما شاء الله. هلا راح نشكله. قطعتوه طلع عندي 8 قطع. هلا راح نفرده. العجينة لينة لازم تكون. هلا هيك رح نعمله. هلا راح نسكره. عملوا هيك. طبعا هذا المقص تبع المطبخ به. انتهينا من المعروق وهلا راح نغطيه ويرتاح له شي ساعة يضاعف حجمه. بعدين نشقله نحطه بالفرن. ايش نضاعف حجم من هلا صار له ساعة مرتاحين. وهلا راح ادهن صفار البيض مع الحليب. هلا راح ارش له سمسم يلبق له السمسم. هلا راح احطه بالفرن. بعد ما طلع من الفرن دهنتوه قطر وحطيتوا له فستق الحلبي، شي شهي ريحته تجنن.